المرشح النيابي عن سادسة العاصمة الأخ محمود الفردان. اسمح لي بداية أن أسألك عن الأسباب التي شجعتك وحفزتك للترشح للانتخابات النيابية. أولاً قرار الترشح ما كان قراراً شخصياً مني أنا. دفعت للترشح وتقبلت هذا الدفع. طبعاً صارت عندي نية لتقويم العمل البرلماني الموجود. العمل البرلماني في البحرين له تاريخ، لكن في مجال إلى تقويم هذا العمل والعمل على تصحيحه. برأيك يعني أستاذ محمود، مواطنين أهالي دائرتك على وجه التحديد في البحرين ككل اليوم يتأملون الكثير من المجلس القادم ويتحدثون عن إحباطاته وجدها المجلس السابق. أهم المشاريع التي يتطلع لها المواطنون من نواب 2022. طبعاً المواطنون يتطلعون إلى أولاً تعزيز مكتسباتهم والمحافظة عليهم بالدرجة الأولى. فقدوا بعض المكتسبات، يحاولون أنه استرجاع هذه المكتسبات التي فقدت من عندهم وتعزيزها، وبالإضافة إلى حل بعض المشاكل مثل برنامج أو موضوع البطالة الموجودة ودفع عجلة التنمية وعدة أمور أخرى موجودة عند طموحات المواطنين. طيب، على طاري ما تفضلت به عن المكتسبات التي فقدت أو التي يسعى إليها النواب القادمون لاسترجاعها، احنا نتكلم عن الجانب المعيشي شوي. يعني ما الجديد الذي سيقدمه محمود الفردان في هذا الشأن؟ هو مو بس محمود الفردان. محمود فردان طبعا في حال وصوله إلى قبة البرلمان راح يكون هناك 39 نائب آخر. احنا في موضوع تعزيز معيشة المواطن هناك أشياء قاعدة تنطرح الحين من خلال برامج انتخابية أو من ناحية الندوات الموجودة في الندوات الانتخابية. ممكن احنا نشوفها قاعدة حق استقطاب بس للأصوات، صراخ على أساس أنه استقطاب أصوات، لكن ما في أي تشخيص إلى حالة المعيشية للمواطن، وما أدت إلى هذا التدهور. التدهور اللي كان موجود كان سببه ارتفاع الدين العام في الدولة. احنا مفروض احنا نشخص أول شيء هذا الموجود، وبعدين ندفع أنه نقلل هذا السقف بحيث أنه يكون تحت المستوى الآمن، بحيث أنه ترجع هذه المكتسبات للمواطن، لا بل تعزز. وهذه طبعا تخضع لبرامج لازم نمشي فيها ولازم تنطرح أمام قبة البرلمان وبالتعاون مع الحكومة اللي راح تشكل، بحيث أن احنا ندفع عجلة التنمية إن شاء الله في البلد. طيب أخوي، عن أي مكتسبات نحن نتحدث؟ أنا تكلمت عن مكتسبات فقدت. مكتسبات للمواطن موجودة، مثلا مستوى على مستوى ملف المتقاعدين. ملف المتقاعدين صار فيه كلام لغط كبير وتعزيز الصناديق التأمينية. طبعا حلولها كانت حلول مجرد وقتية على أساس أنه إطالة أمد الصناديق التقاعدية. المفروض يكون هناك حلول جذرية لموضوع الصناديق التقاعدية بحيث أنها تكون على المستوى البعيد، أنه هذه الصناديق ما تؤدي إلى أي عجز اكتواري وتكون حاملة نفسها بنفسها وما تأثر شريحة المتقاعدين أو المشتركين. وغير ذلك مثلا التضخم الموجود حاليا، موجود تضخم على مستوى البلاد، على مستوى الوطن، تضخم في الأسعار، في مقابلها أن مستوى الأجور أو الرواتب لازمة مكانها، وهذا تقلل مدى رفاهية أو المعيشية للمواطن. طيب، من خلال الكلام تفضلت فيه، اسمح لي أنتقل الآن بالحديث إلى موضوع برنامجك الانتخابي. يعني أهم مرتكزات البرنامج وأهدافه. طبعا برنامج الانتخابي في بعض الأمور التشريعية والقانونية اللي احنا تلمستها من ناحية خبرة القانونية الموجود فيها، ومن ناحية دراسات سويناها على مستوى ما هو مطروح سواء أمام المحاكم سواء ما هو موجود في الجانب العملي. راح نسعى لتعزيز صلاحيات المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى ممكن احنا طرحت في برنامج الانتخابي عن إصدار قانون جديد لقانون المحاماة، وهذا مو خاص بفئة أصحاب مهنة المحاماة، لا، هو يعزز الجانب بين المحامين والمتقاضين
على اعتبار أنهم طرفين في هذا القانون، بحيث يحفظ مكتسبات الطرفين، حقوق وواجبات الطرفين، ويكونون في سبيل واضح. بالإضافة إلى مراجعة لعدة قوانين من ضمنها قانون البلديات وقانون إيجار العقارات وقانون أو باب الخبرة القضائية في قانون الإثبات وعدة قوانين أخرى. جميل جدا. أستاذ اسمح لي أسألك سؤال آخر، هل ترى بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الآن متكاملة أم يشوبها بعض الإصلاحات التي تترقبونها؟ يعني شوف، بداية ما في شيء كامل، الكمال لله وحده. اللائحة الداخلية فيها ممكن أن احنا نعالجها بحيث أن نعيد التوازن لهذه اللائحة، بحيث أن النائب الفرد حاليا يعني اللائحة تلزم وجود تكتلات معينة على أساس أن أنا أستخدم الأدوات الدستورية الموجودة فيها. بينما لو كان هناك نائب فرد ما عنده تكتل معين راح يكون حبيس هذه اللائحة. احنا نسعى أنه يكون اللائحة تعطي الحق للنائب بصفته كنائب، بغير سواء منتمي إلى تكتل معين أو كان فرد موجود في قبة البرلمان، أنه يستخدم هذه الصلاحيات، لأن هذه صلاحيات إليه بصفته نائب انتخب المواطنين في دائرته. ولكن هذه الصلاحيات اللي المفروض أنها راح إن شاء الله نمشي فيها وراح نسعى أنه نجيبها إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تكون متوازنة، بحيث أنها ما تؤدي إلى احتقان سياسي أو مشاكل اجتماعية. سعادة المرشح النيابي عن سادسة العاصمة الأخ محمود الفردان، مشكور على حضورك اليوم، نورتنا ببرنامج دوائر الذي تبث صحيفة البلاد عبر منصاتها الرقمية خلال موسم الاستحقاق الانتخابي، والتوفيق.